صبحي رقص محمد صبحي. طبعا استغلال مصيري تسلل بالنسبه للاسماعيلي، لان الجول الاولاني اي حد بيتفرج، اي حد بيتفرج يقول عليه تسلل، لكن هي مش تسلل لان هو بيتحرك بعد الكره ما طلعت من رجل زميله. لحظه ما خرجت بتتحرك. فده يوريك الفكر العالي بتاع صمويل. طلع محمد صبحي، رقص محمد صبحي ولعبها بكل ثقه داخل المرمى. لكن زي ما بقول مشكله الاسماعيلي قلبي الدفاع النهارده كانوا مرتبكين جدا، ما كانش فيه مراقبه كويسه. شوف المساحه قد ايه، الخيه ورا خط الظهر. يا كابتن شفنا كده تصوير جرافيك سريعا على بعد 43 متر، نرجع كده بيها مساحه نص ملعب. ومغطي لاعب الاسماعيلي مغطيه متر او نص متر، وهي الكره بتتلعب مغطيه 100% وسايبين نص ملعب وراهم فاضي يا كابتن طارق. من امتى الفرق الكبيره الاسماعيلي ولا الاهلي ولا الزمالك يلعب بسيط تسلل؟ ما دي مسؤوليه، ما دي اي خطا فيها اي عمليه تقديريه. زي ما شفنا الجول جه بقى مفسد من نص الملعب. طب فين الباك العكسي الظهير العكسي اللي بيغطي في طريقه 4-3-3 او 4-4-2 مش موجود. لكن زي ما بقول لك الفارق بين يعني مصدر الخطوره او موطن الخطوره بين الفرقتين، دفاع قلبي الدفاع الاسماعيلي وسرعه ونجاح صمويل بالنسبه لمهاجمي سموحه. كابتن حمزه الجمل شوقي غريب نجح ان هو يلغي